مساء الخير، معاكم طارق مهدي. النهارده انا جاي اتكلم معاكم على الكلاينت دي ان اي في الريل استيت. كلاينت دي ان اي في الريل استيت هو في حاجه اسمها كده في الريل استيت، ايوه. والدي ان اي في الريل استيت يمكن من اهم الحاجات اللي موجوده، او اهم الحاجات اللي احنا محتاجين نفهمها في الريل استيت، لان هي مهمه جدا جدا. الدي ان اي في الريل استيت هو متقسم لثلاث حاجات. الدي وهي الديزاير، او الوش، الحاجه اللي الكلاينت بيتمناها، ومش شرط خالص يكون اللي بيتمناه او عايز يوصل له يكون ماتشنج للبادجت بتاعه. الان هو النيد، او اللي بيحتاجه الكلاينت واللي مش هيقدر يكمبرومايز عنه او مش هيقدر يكون يتنازل عنه. الايه هي بقى الابيليتي اللي تقدر تحقق له الان والدي، او تقدر تحقق له الاثنين مع بعض. يمكن احنا ساعات بنقول ان الديزاير او الويش بتاعت الكلاينت دي بيبقى دايما الحاجه اللي بيحب يوصل لها او يتمناها او يبقى عايز يحققها في اخر المطاف، والنيد ده اللي هو لازم يحققها دلوقتي. يعني احنا فور اكزامبل لو خدنا اكزامبل ان النيد بتاع واحد متجوز وعنده طفلين، فهو الوحده بتاعته اللي عايز يشتريها ما ينفعش تكون اقل مثلا من 3 بادرومز، فلازم يكون بيدور على حاجه زي كده ما يحققش اقل من كده. الابيليتي او الايه هي في الاخر البادجت اللي بتحكم عليه ان هو هيشتري ده ولا هياخد ده، او هيقدر ياخد الاثنين مع بعض. يمكن ساعات بتحصل مشكله ان الكلاينت بيميكس ما بين النيد والوش، او بيحصل كونفليكت ما بينهم، فبيبقى عايز يشتري حاجه زياده عن احتياجاته ولكن مش ماتشنج مع البادجت بتاعه. هنا لازم يكون في ستوب كده صغير، ونقدر ان احنا نوصل للكلاينت ان هو ياخد النيد بتاعه، وبعد كده يقدر يابجريد ويحقق الوش. يمكن من الحاجات المهمه كمان ان احنا لازم نبقى بنعمل زي انترفيو للكلاينت كده عشان نفهم الدي ان اي بتاعته عامله ازاي. هو كان عايش فين، مشترك في نادي ايه، اولاده في مدرسه ايه، الاريا اللي كان عايش فيها وبيابجريد لاريا عامله ازاي، عشان اقدر ان انا احدد من البرودكتس الموجوده في الماركت، وهم طبعا كتير دلوقتي، اللي يقدر يماتش مع الدي ان اي بتاع الكلاينت ده. فلو قدرت اعمل له الانترفيو كويس وقدرت اسمعه كويس، هقدر احدد للكلاينت ده برودكت او اتنين ماكسيمم من اللي موجود في الماركت. يمكن بيصعب عليا كلاينتس كتير قوي بيشوفوا 5 و6 و7 مشاريع ولسه تايهين هم ايه الحاجات اللي ممكن تناسبهم فيها، وده بيكون بسبب ان ما اتعملوش الانترفيو وما تحددش الدي ان اي بتاعته. برضو مش لازم يكون الدي ان اي بتاع الكلاينت ان هو بيشتري او اند يوزر، ممكن يكون الدي ان اي بتاعه ان هو بيعمل انفستمنت او هو بيستثمر الفلوس بتاعته في العقار. هنا انا ببدا اركز على ار او اي وعلى اسيت ابريشيشن وعلى بروفيت، وطبعا التفاصيل دي كلها هناخدها في الفيديو الجاي في الريل استيت انفستمنت.